أنا عبد الحميد القرامي، والد وصال القرامي. وكيل أول متقاعد بالحرس الوطني. نهار 25 سبتمبر ممكن مع 7 متاع العشية. أنا قاعد في الدار نسمع في الصيحة متاع بنتي وصال. خرجت من البلكون نشوف في زياد الجندوبي، هذايا ملازم يعمل بأمر رئيس الدولة، وأخوه زياد برتبة مقدم يعمل بالشرطة الوطنية في كرتاج بيرس. شادين وصال ويكركروا فيها مشعرها ويضربوا فيها بالركل، فهمتني. مشيت نجري لبنتي، أنا باش نفك من بنتي من المجرمين، وإذا بي نزال واخر يقدم ويضربني، يركني على كرشي ساقه تحت. وليت هزيت بنتي وهربت بها، مشيت لمركز الشرطة علمتهم بالموضوع. وانا فتكم بحاجه بالنسبه للباركينج هذه، الكور هذه موجوده فيها باركينج للمساكنين، حتى واحد ما يملك فيها، وهم شادين 4 باركينجات ومستحوذين عليهم، وحاطين فيها سياره برك، وعاملين لها سلاسل، معناها بحيث حتى واحد ما يدخل لها ما يخرج لها، ما يخرج فيها وما يدخل فيها. وقت اللي بنتي قلت رجعت من الخدمة باش تحط سيارتها، قالوا لها ما تحط سيارتك. حسيلو تم تعنيفها، ومشيت انا وبنتي لمركز الشرطة. ومن 7:30 متاع العشية الماضي ساعتين متاع الليل ونحن نبحث، قاعدين في البحث على ذمة البحث في المركز، حتى عيطوا للأطراف المعنية وتم بحثهم هم كذلك أيضا. وبعد مشينا روحنا. وإذا به مرت نزار تعمل عريضة تقول لي صفوان ولدي، صفوان القرامي، ووصال وامها وانا ومجموعة من أقربانا اقتحموا عليها المنزل. عارتها ممكن مع 10 ولا أنا وقت ما نعرفش شنو الوقت اللي خلت فيه، وباش يضربوها ويهددوها وكذا. تم بحثنا وتحال المحضر للنيابة العمومية. النيابة العمومية وقت وصلنا للسيد وكيل الجمهورية، تلفت لنا قال لنا توا باش تسامحوا ولا لا. قالت بنتي، قالت السيد الرئيس انا راني متضررة وتحصل على 21 يوم راحة. انا فتكم بكلام، بنتي تحصلت على 21 راحة من طبيب الصحة العمومية، وانا تحصلت على 5 ايام راحة من طبيب الصحة العمومية. وقت لي قالت هكاكا قال باه برا مشينا رجعنا الوحدة نتاع وين وقفونا في المحكمة. جانا المحامي قال راهو توقفنا. مشيت انا وبنتي توقفت وولدي معايا توقف، ومشينا هزونا المرناق. نقعدوا في المرناق 18 يوم في الإيقاف. بعدك شي عينت لنا جلسة البنزرت نهار 22 سبتمبر. في الجلسة حكمت علينا المحكمة بأحكام ما يكونش نصورها أنا أبدا. الحكم أنا حكم علي شهر و16 يوم من أجل الإضرار بملك الغير والدخول المحل المسكون، كذلك ولدي ومرتي اللي هي مش معانا جملة واحدة موجودة في الدار، وبنتي وصال من أجل الإضرار بملك الغير وتحريض وما نعرف شنو، برشا حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. توقفنا. بنتي حكم عليها 2 شهر و16 يوم من أجل هذه التهمة المذكورة اللي قلت نكون فيها. ولدي شهر، رغم أن ولدي ماهوش موجود نهار الواقع وقت اللي وقع علينا الاعتداء بالعنف من طرف الأخوين هذم المذكورين آنفا. ماهوش موجود، ولدي موجود في جزيرة جربة هو واصحابه. حتى في البحث قال الكاتب نتاع الشرطة حط لي فلان وفلان هذم راني أنا معاهم وقت الواقع. قال له لا ميسالش من غير ما نحطوه. وتمت إدانة ولدي وتوقف معايا وحكم عليه بشهر سجن. معناها الإنسان ما يكونش يتوقع باش يتصور في مرحلة من العمر هذا. أنا خدمت في الحرس الوطني في عدة أماكن، خدمت في الرئاسة
خدمت في الأبحاث والتفتيش في العوينة، خدمت في منطقة بنزرت 35 سنة خدمت، وما تعرضتش حتى المشكلة في حياتي، لا مع مواطن، لا مع زميل، لا مع جار، ولا حتى شيء. في آخر العمر وفي أرذل العمر نتاعي أنا نتوقف ونتربط في الحبس وأنا مريض، عندي جميع الأمراض، أنا عندي السكر، عندي كونسير دو بروستات، عندي كل شيء، عندي الأمراض الكل، وتوقفت وتعاقبت. تعاقبت من أجل التهمة المنسوبة إلي، وبدون معناها حتى شيء ما عملناه، نحن ما عملت بين ايدينا حتى شيء.